بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم بقى في اليونت يعني بقى عن المطر. تطلع يا اخويا المطر دي المطر يا مستر. لا طبعا مش المطر. مطرة ايه؟ مطر لما تنزل على نافوخك تجيب لك لا لا الشر عليك طبعا، مش هعمل معاك كده. اوكي، اذا يا عزيزي خلينا نشوف مع بعض دلوقتي ايه الحاجات اللي هي الصعبه بتاعت الساينس، معقد بتاع مستر احمد. يا عم ولا صعبة ولا حاجة، بس أهم حاجة شيل راسك من على الخشب، ما تحطش إيدك على خدك، نمشي في الكرسي ماشي، ولو أنت قاعد في البيت صح عليه في التاشة. أوكي، أول حاجة كده مبدئيا أنت كل يوم بتتعامل مع مطر. شيل يا ابني البتاع ده، هتنضرب كده. Everything around us is made of matter. كل حاجة حوالينا معمولة من matter. البورد دي، النضارة بتاعتي، الهدوم اللي احنا لابسينها، الهواء اللي بنتنفسه، المية اللي بنشربها، كل دي حاجات بنقول عليها ماتر. عندنا different matter في الصور الثلاثه دول. الووتر فول ماتر، البيلدينجز المباني ماتر، ايه كمان؟ الماونتنز والبلاتوز، الهضاب والجبال والذي منه والروكس اللي هي بتتكون منها هي عباره عن ماتر. اذا فعلا everything around us is a is made of a of matter. طب يا مستر انا بس يعني انا فاهم ان كده الحاجات اللي حوالينا معموله من المطر وكل حاجه، بس هي الحاجات اللي حوالينا دي زي بعضها. يعني لما اجي مثلا اشوف وانا قاعد مثلا كده على ترابيزه معموله من الوود، قدامي كوبايه عصير جميل محطوط جواه كيوبز اوف ايس، خلاص، وراكن عربيتي جنب الرصيف اللي معمول من ستونز، وجابوا لي حاجه كده عشان العربيه كان فيها مشكله، جابوا لي مسامير عشان اربط بيها الكاوتش بتاع العربيه، فالمسامير دي معموله من الايرن. كل الحاجات دي بنقول عليها حاجات solid. حاجات ايه؟ solid. اوكي، في نفس الوقت اللي الراجل فيه كان جايب لنا العصير معمول بوتر، وجاب لنا الاكل مطبوخ باويل، واختي الصغيره طلبت ميلك شيك، والعربيه اللي جابتنا دي عشان تمشي كان جواها بنزين اسمه بالانجليزي جازولين. كل الحاجات ده مستر ماتر برضو، بس ما هي سوليد يعني مش ماسكه نفسها كده. امال ايه؟ بتفضل يا مستر تتكب كده، تتكب يمين وشمال كده، فبنقول عليها اللاكويد. بنقول عليها ايه؟ لاكويد. والجو يومها كان جميل قوي يا مستر، كانوا مشغلين التكييف. التكييف ده كان بيخلي الاير ساقع، الله، لدرجه ان انا لما كنت بعمل كان بيطلع كده ووتر فيبور من بقي، وطبعا كنت بتنفس اكسجين، ولما باخد الاكسجين ده بطلع كربون دايوكسيد. دول بقى قول لي بقى ان دول كمان ماتر. بس دول لا سوليد ولا ليكويد. ايوه، ما في حاله ثالثه اسمها جاز. يبقى الماتر ممكن تبقى موجوده حوالينا everywhere، في اي حته، يا سوليد زي الخشب ده اهو، زي الخشب ده اهو، ولا الجلاس ده اهو، او ممكن تبقى ليكويد زي الميه ده ايه الواد بيشربها، او ممكن تبقى جاز زي الووتر فيبور اللي انا بيطلع من بقي لما اجي امسح النضاره. انا عايز امسح النضاره، شفتوه؟ ايه ده؟ بنمسح النضاره بايه؟ ووتر ايه؟ فيبور. فابور. فيبور ايه؟ فيبور. فيبر اسمه ايه؟ ووتر فيبر. ده كلام جميل. So describe any matter around you. To describe any matter you should study its properties. عشان تعرف توصف اي حاجه من انواع الماتر دي بشطاره لازم تتعلم ايه هي البروبرتيز بتاعتها. مستر البربرتوس ده، البربرتوس ده اللي هو ايه؟ بروبرتيز. يعني ايه بروبرتيز دي؟ يعني خصائص. مش فاهم حاجه لا بالعربي ولا بالانجليزي، تعال بسطها لك.
عايز توصفها لازم تتعلم توصف الشيب بتاعها. انا مستر عارف الشيبس دي من ورا في كي جي 1، سكوير وكيوبويد لا مش كده بس. اتعلم هل يا ترى الشيب بتاعها بيتغير ولا ما بيتغيرش. فاحنا عندنا تو ديسكربشن. حته الشيب دي عندنا كام ديسكربشن؟ تو ديسكربشن. يا اما بنقول ليها definite shape يا اما بنقول indefinite shape. سهله دي. مش فاهم، هشرح لك كمان شويه. بس اول حاجه لازم نتعلم نوصفها هي مين؟ ها؟ الشيب. تاني حاجه هي الفوليوم. وانت دلوقتي لما بتروح الماركت تروح تشتري ازازه بيت كولا الصغننه دي، الراجل بياخد منك 7 جنيه ولا بكام هي؟ يا لهوي الصغيره دي ب 10 جنيه. طيب هنفترض بقى ان صاحبك اللي ماشي معاك راح بقى يجيب الازازه الكبيره، طلع 10 جنيه، يقول له يا عم خد 10 جنيه. ايه ده؟ هو ينفع؟ ايوه يا مستر مش البيت كولا ب 10 جنيه؟ لا يا حبيبي دي الصغيره، انما الكبيره ب 30 جنيه. نهزر ولا ايه؟ طب هما مختلفين في ايه؟ ما دي بيت كولا ودي بيت كولا. طبعا انا مش عارف هم سموها ازاي بيج وهي صغيره كده، بس هو في الحقيقه هو نفس المنتج بس وانت بتشتري منه العبوه الصغيره غير وانت بتشتري العبوه الكبيره. because they are different in a volume. shape ايه؟ volume. اوكي، اللي هو السايز يعني. اوكي. color ده سهل، ده colors دي يا مستر لعبتي. بلاك بقى وبلو جرين والحاجات دي انا بعرف اوصفها حلوه قوي. نفس ايدك يا عم البرمجه. لا. تكستشر يعني ايه تكستشر؟ يعني اشوفها ناعمه، خشنه، كالحه، فالحه كده ماشي. هاردنس. ايه الهاردنس ده؟ يعني نمسكها نحاول نقطمها تقطم ايدينا، ولا نيجي نقطمها زي البقسماط كده تتقطم قبل ما نلمسها. عارف انت في حاجات كده تحس انها ايه اللي هو ايه ده انت تقطمني ولا ايه؟ طب اهو تقوم مقطومه لوحدها. وفي حاجات تمسكها كده زي الحديد كده، ايدك تتعور والبتاع ما تبتنيش بقى. يبقى الهاردنس الحاجات مش زي بعضها في الهارد. تمبريتشر، الحاجه دي سخنه، الحاجه دي بارده، كل دي بنقول عليها بروبرتي. يبقى الماتر موجوده في 3 حالات: سوليد وليكويد وجاز. وكل ماتر سواء موجوده في السوليد ستيت او في الليكويد ستيت او في الجازيوس ستيت بيبقى ليها ديفرنت بروبرتي. ده اللي احنا هنتعلمه مع بعض في اليونت الجميله دي. ولكن سؤالي لحضرتك دلوقتي، وهو سؤال يطرح نفسه ولا يطرح بلح، ركز معايا. حد فيكم يقدر يقول لي بما ان المبنى اللي احنا فيه ده بيتكون من طوب، الماتر بتتكون من ايه؟ وهل يا ترى قدر يشوف الحاجات اللي هي بتتكون منها دي ولا لا؟ اتفضل. على الله يبقى استظراف. هنفذ وعدي اللي وعدته لك واحنا بره. قول. حلو. تعال نجيب حته وود ونفضل نقسم فيها الحتت اصغر حتت اصغر حتت اصغر حتت اصغر لاصغر اصغر فرقوطه نعرف نشوفها. بتتكون من ايه؟ مستر حته وود برضه. لا هي بتتكون من حاجات اصغر من كده. طب الحاجات الصغيره قوي دي اعرف اشوفها بعيني؟ لا. طب الووتر نفضل نقسمه لغايه ما يبقى نقطه، تعرف تشوف النقطه دي بتتكون من ايه؟ لا. الهواء اللي حوالي يا مستر هو احنا شايفين الهواء اصلا؟ مش شايفين الهواء وهو كتير، نقعد نقسم فيه برضه طلع بيتكون من حاجات فيري تايني. يعني ايه تايني؟ يعني متناهيه الصغر. انا بحب اللغه العربيه قوي. مش صغيره
دي صغيره خالص قوي فعلا جدا مالس. ياه، لدرجه ان احنا ما نقدرش نشوفها بايه؟ بعينينا. تايني يعني متناهيه الصغر، يعني صغيره لدرجه لا نهائيه. So يا صديقي، any matter is made up of tiny things that we cannot see with our eyes. مستر انتوا عرفتوا منين؟ هنشرح لك والله وهنقول كل حاجه، هنقول لك احنا عرفنا منين بس بالراحه. بس احنا المعلومه المؤكده عندنا ان زي ما البيت ده مبني من طوب، زي ما اي مطر في الدنيا go من tiny things that we cannot see with our eyes. ما نعرفش نشوفها بعينينا. والتايني ثينجز دي زيها زي المطر وهي كبيره، يتقال عليها مطر، وبنتعامل معاها في الساينس على انها حاجه مهمه جدا ما ينفعش تطلع من جريد 5 وانت مش عارفها. يعني عمالين نقول لك اكسجين، كربون دايوكسيد، ووتر، مينرال سولتس، وفوتوسينثيسيس، وشي راح وشي جاي، وجلوكوز مين، وانت في الاخر اصلا ما انتش عارف الحاجات دي مطر. طب والله يعني مستر يعني تطلع المطر دي، ده تعريف جاي في الامتحان، لازم هيجي في الامتحان. انهي امتحان؟ هالشهر امتحان اخر السنه وكل الامتحانات، التعريف مهم جدا. تطلع يا مستر مطر دي anything، اي حاجه. لا مستر في حاجه اسمها اي حاجه، لا ما هو مش اي حاجه وخلاص، اي حاجه دي لها شروط. ايه الشروط عشان نقول على الحاجه انها مطر؟ that has a mass، ليها ماس. ايه ماس ده؟ الماس ده اللي هو 2 باي 2 equal 4. بص مكتوبه كلمه ماس مكتوبه ازاي؟ ام اي اس اس. ده موضوع تاني ملوش علاقه بماث، تاني اسمها ماث للرياضه، رياضيات. انما دي اسمها ماس. يعني ايه ماس؟ الاخت عماله تقول لي كتله، بالعربي كتله، ما سمعنيش اقول له تالت كتله. ايه كتله ده؟ في حاجه في حياتك اسمها كتله؟ انا مفيش حاجه في حياتي اسمها كتله. بس انا عارف لما بروح للراجل بتاع الماركت وبقول له انا عايز ربع كيلو جبنه رومي، بيفضل يقطع في حتت الجبنه الرومي، رومي 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 رومي، قطع 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 قطع، حط في الطبق حط في الطبق، لغايه ما يطلع عندنا على البالانس رقم 250. 250 اللي هو ربع كيلو من الجبنه الايه؟ الرومي اللي انا نفسي فيها. اذا حضرات، anything that has a mass. حلو. ايه بقى اللي جنبيها دي؟ and takes up space. يعني ايه takes up space؟ خليني اشرح لك الموضوع ببساطه. يا رب تكونوا شايفين يا بتوع الاونلاين. مستر احمد دخل القاعه لقى كرسي فاضي. انا قاعد. ايوه وبعدين؟ هو ليه مستر احمد عرف يقعد هنا؟ عشان ما فيش حد قاعد هنا. حلو. اوكي. سؤال بقى لحضرتك. مستر احمد قبل ما يقعد عايز يشرح، فمستر احمد يعرف يقف هنا عادي، يعرف يقف هنا عادي، هنا عادي، هنا عادي، هنا عادي. يعرف يقف هنا؟ لا. اعرف اتحرك هنا؟ لا. ليه؟ عشان الكرسي واخد السبيس دي. يبقى الكرسي ده له ماس ولا ملوش؟ فكر كده، لو خدناه وحطيناه على الميزان هيطلع رقم؟ يبقى ليه ماس. طب كان واخد مساحه؟ مستر احمد جه اتحرك من شويه، معلش اتحرك منه لانه كان واخد المساحه دي. اوكي. انتوا كلكم جايين تتنطعوا عندي. يبقى تاني، يبقى الكرسي ده ماتر ولا ما ماترش؟ ماتر. اشمعنى؟ لانه عنده ماس وتيكس اب ايه؟ سبيس او اوكيوبايز سبيس. لو تيك اب دي كلمه كبيره عليك، ممكن نقول اوكيوباي. اوكيوباي سبيس معناه ان الماتر عندها فوليوم. سايز يعني مقاسه، حجمه. تقول لي دي حاجه تمشي صح.
خلاص؟ اوكي. اذا يا اصدقائي الاعزاء، any matter takes up occupied space means that this matter has volume. والماتر هي anything that has a mass and it takes up space، يعني عندها mass وعندها volume. صار. طب يا مستر دلوقتي انا حاسس ان الشروط سهله وبتنطبق على حاجات كتير، ده حقيقي. تعالى نتعرف على الستيتس اوف ماتر كده ونبسط الموضوع كده ببساطه. في تجربه بسيطه بتحصل عندنا في البيت على طول. نروح نجيب شويه كيوبز من الايس، خدها من الفريزر. وبعدين كيوبز دي لما تقعد تبص لها كده، بقول لك كيوب، قول لي يا انس يعني ايه كيوب؟ مكعب. كيوب يعني مكعب. عارفين شكل كيوب؟ عارفين شكل كيوب صح؟ حد مش عارف يعني ايه كيوب؟ اوكي. هل ممكن في مره اطلع الايس ده من الثلاجه، من الايس ميكر، والاقي مثلا ان هو مش كيوب؟ لا، هو دايما بيطلع كيوب طالما محطوط جوه نفس البتاع اللي عندنا كلنا في الثلاجه، وحطينا نفس الميه وسبناها وقت كفايه يحصل لها فريزنج. طلع لنا ايه؟ سفيرز. تطلع سفير، كور، ولا بتطلع كيوبس؟ كيوبس صح؟ اوكي. كل حاجه ممكن. ماشي. اوكي. الكيوبس دي تبقى سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ ايه رايكم؟ سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ الايس سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ سوليد. جميل قوي. طيب نروح بقى نفتح الحنفيه، نجيب طبق كده جميل، نحط فيه شويه ميه. شويه الميه بياخدوا شكل الطبق. طب لو حطيتهم في ازازه هياخدوا شكل الازاز. طب لو حطيتهم في بزازه هياخدوا شكل البزاز. طب لو حطيتهم بكل لذاذه هيبقوا بكل لذاذه واخدين شكل الحاجه اللي بكل لذاذه. الله. ايه يا مستر عايز تقول ايه؟ عايز اقول ده يطلع سوليد برضه؟ لا. لا، ده مش سوليد. امال والله يا مستر طالما بنكبه بيتكب وبياخد شكل الحاجه اللي هو محطوط فيها، يبقى اكيد ايه؟ لاكويد ستيت. يبقى كده احنا عرفنا كام ستيت؟ اثنين. واحده اسمها سوليد ستيت زي الايس، والثانيه اسمها ليكويد ستيت زي الووتر فلوينج اوت اوف ذا تاب. يعني ايه ووتر فلوينج اوت اوف ذا تاب؟ يا اللي سايبين المايك مفتوح، يعني ايه؟ يعني زي المايه اللي نازله من الحنفيه، تفتح الحنفيه المايه تنزل، تقفل الحنفيه المايه تقع. اوكي. خدنا بقى شويه المايه اللي كانوا في الطبق دول، وبعدين حطيناهم في الازازه، حطيناهم في الازازه، وقمنا حطيناهم في ايه؟ في براد الشاي او في الكتل. وعشان نعزم مستر احمد على كوبايه شاي عمرو، قمنا مشغلين نار عليه شويه، وتلاقي تبدا تلاقي في ايه بيطلع بقى؟ ووتر فيبر. ده بنسميه ستيم، بنسميه اللي بنعرف نشوفه بعينينا ده. انما احنا دلوقتي في حوالينا ووتر فيبر، حد شافه؟ محدش شافه. ان اللي بيبقى طالع وعامل زي الدخان ده، ده مش اي ووتر فيبر، ده بيبقى ووتر فيبر مع درجه حراره عاليه قوي، فبنسميه ستيم. عارفه زي ايه؟ زي العمو المكواجي اللي بيكوي لي القمصان بتاعتي دلوقتي، يكويها بالستيم. لما بيقف بالمكوه دي تلاقي فيه دخان كتير حواليه. ده مش دخان، ده ووتر فيبر، بس ووتر فيبر بان قدام عينينا وشفناه بقى اسمه ايه؟ ستيم. خلي بالك كل الناس بتقول على الاثنين زي بعض، بس هم مش زي بعض. اللي بان قدام عيني اللي انا شفته ده نقول عليه ايه؟ ستيم. ده بيبقى مليان انرجي، ده مليان. انما الووتر فيبر الكحيان بتاعنا العادي ده اللي هو مستر احمد بيمسح بيه النضاره ده، حد شافه؟ حد شاف حاجه صح؟ يبقى ده بنقول عليه ووتر فيبر عادي. اصدقائي الاعزاء، من هذا الشرح المبسط اللذيذ يبقى خلص ليسون 1 على 3 كلمات. الكلمة الأولى water can be found in the 3 states of matter.
نقدر نلاقي الووتر سوليد ايس، ليكويد بنشربوه، ووتر فيبور واحنا بنغلوه عشان نصبوه نعمله شاي نشربوه. فاهمين ولا نعيدوه؟ يلا بينا. Water can be changed from one state into another. يعني ايه؟ يعني نعرف ناخد الايس كيوب ونحطها في طبق ونسيبها لغايه ما تسيح فتبقى ليكويد، وبعدين ناخد الليكويد ده نحطه في الازازه والبزازه، وبعدين نحطه في الكتل، وبعدين نعمل بيه كوبايه شاي نشربه يطلع الستيم ووتر فيب. ايه ده؟ يا سلام. والعكس كمان. عكس ازاي؟ يعني انت دلوقتي ماما كل مره راحت عملت فيها شاي، وانت يا حبيبي راح تفتح الغطا تلاقي في شويه ميه بيقعوا. الميه دي جت منين؟ جت في الغطا ازاي؟ الميه دي اللي طلعها في السقف. الله، انا متاكد ان انا حاطط الميه تحت في البراد، ايه اللي طلع الميه في السقف؟ يا ابني يا ابني مش هو الستيم كان طالع لقى السقف ده؟ ايه ده؟ ايه ده في سقف. طب والله العظيم لا راجع تاني، يقوم عامل حاجه اسمها كوندنسيشن، يقوم راجع تاني من ستيم لليكويد. ولو خدت الليكويد ده ورحت حطيته في الفريزر تاني جوه البتاع اللي بتعمل مكعبات التلج، سيتحول هذا الليكويد ووتر الى ايس كيوب. يا سلام. الله. يعني نعرف نحولها من سوليد لليكويد، ومن ليكويد لجاز، ومن جاز لليكويد، من ليكويد لسوليد، وحاجه بقى اخر حلاوه. اوكي. يبقى each state of matter has its own properties. طب دي معلومه رقم 3. يعني ايه؟ فاكر البروبرتيز؟ الشيب والفوليوم والكالر والتكستشر. يعني هي الميه اللي نازله من الحنفيه زي الميه اللي بتغلي ده، هي زي الميه السخنه اللي طلعت ووتر فيبور؟ لا. ولا زي الايس كيوبز اللي كنا مطلعينها من الفريزر، ومش كنت بتمسك الايس كيوب تحس انه بيحرقك من كتر ما هو ساقع؟ تعرف تمسك الايس كيوب كتير في ايدك؟ في واحد كده هيقول بس هو في الحقيقه ما حدش شاطر، لان الايس كيوب ده من كتر ما هو ساقع فعلا ممكن يحرق ايدك. مش من كتر ما هو سخن، لا، من كتر ما هو ساقع. الليكويد ووتر عادي، انت بتفتح الحنفيه وتغسل ايدك عادي ما بيعملكش حاجه. طب الووتر فيبور بقى اللي بيبقى فوق البراد ده، ينفع احط ايدي عليه؟ ده بيلسعني والله، بيلسع. في ووتر فيبور مش سخن اهو حوالينا. قال لك بجد؟ والله. ده انت يوميا جسمك بيطلع ووتر فيبور في التنفس نص لتر ميه. نص لتر ايه؟ عارفه الازازه الكبيره دي لو جمعنا الووتر اللي بيطلع مننا من التنفس بتاعنا يتملى نص ازازه. والله. لا، ما بيطلع سخن قوي زي اللي بيبقى طالع من البراد. لا، عشان كده ما بنعرفش نشوف. لما بيطلع من البراد بيبقى طالع سخن قوي قوي قوي، فبنشوفه عامل زي الدخان كده شغال 100 100. عارفين زي ايه؟ عارفين الشبوره؟ الشبوره. انتوا كده مش عارفين نسافر دي، مش عارفين نمشي على الطريق. الشبوره دي عباره عن ايه؟ عباره عن ووتر فيبر كتير بقى مال الجو، ومعاه انرجي كتير. فالناس الفلاحين الغلابه بقى زي حالتنا كده يقول لك اول ما يشوف الشبوره يقول لك بس ده الدنيا هتبقى حر. لا، هم عرفوا منين الناس دي؟ ما هم عارفين ان الستيم دايما بيبقى ووتر فيبر معاه طاقه ايه؟ كتير جدا، فاكيد هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه حر. طيب ده كلام لذيذ ولا مش لذيذ؟ طب والله قمه في اللذاذه. ولا ملالكوا الازازه؟ اوكي، تعال نشوف اكتيفيتي. هنجيب فيه 3 كونتينرز معمولين من الازاز. نبدا ليسون 2 باكتيفيتي. يلا شغل مخك يا انس يا اللي بتنام، اصحى معايا. يلا بينا. هذا الاكتيفيتي الجميل الهدف منه ايه؟ to show how to describe the 3 states of matter. عايزين نعمل description، عايزين نوصف السوليد والليكويد والجاز بطريقه علميه زي ما الساينتستس بيعملوا. اللي قاعده تتاوب، واللي قاعده لي كده وحط راسها خشب، والاستاذ هنا، واللي لابس كابين. جايين بتعملوا ايه؟ انتوا جايين تعملوا ايه بجد؟ انا واقف عمال اتشقلب عشان انتوا تفهموا انتوا قاعدين. ايه ده؟ يلا نركز انت وهي.
جبنا 3 جلاس كونتينرز عشان نشوف الحاجه جواها. حطينا هنا بلاستيك كيوبس، وحطينا هنا شويه ووتر، وحطينا هنا ستيم. اوكي، وبدانا نلاحظ الحاجات. قولوا لي مين في دول الشيب بتاعه ما بيتغيرش ثابت؟ الكيوبز بتاعت البلاستيك ولا الووتر ولا الستيم؟ الكيوبز اللي الشيب بتاعه مش بيتغير هنقول عليه definite shape. نقول عليه ايه؟ واللي الشيب بتاعه ممكن يتغير هنقول عليه indefinite shape. يبقى definite عكسها indefinite. حلو الكلام؟ جميل. مين عنده definite shape؟ الكيوبز بتاعت البلاستيك. موافق. طب مين عنده indefinite shape؟ الووتر. تجيبه كده يتكب معاك، تجيبه كده يتكب معاك، صح؟ نحطه في طبق ياخد شكل الطبق، نحطه في قفاك ياخد شكل قفاك، نحطه في الشوز ياخد شكل الشوز، نحطه في حله ياخد شكل الحله، ننقله في كسرولة ياخد شكل الكسرولة، نحطه في قله ياخد شكل القله. الله، ده يبقى indefinite shape ده. حلو. الستيم يبقى شكله وهو طالع وانتوا بتعملوا بخار، وانتوا بتعملوا الشاي، تعزموني على شاي، يبقى شكله طالع مظبوط كده وليه ديفينيت شيب ولا انديفينيت شيب؟ ديفينيت شيب يبقى طالع مفحكش كده، صح؟ صح؟ ولا اجي افحكشك اهو؟ يبقى الشيب بتاعه ديفينيت شيب ولا انديفينيت شيب؟ ديفينيت شيب. يبقى ان كونتينر ايه؟ بلاستيك كيوب سوليد عنده ديفينيت شيب او فيكسد شيب. طب سؤالي ليك بقى، هل لما حطيناه الفوليوم بتاعه بيتغير؟ يعني لما خدنا بلاستيك كيوب حطيناه جوه الكونتينر كبر، صغر، يعني الشيب بتاعه ديفينيت والفوليوم بتاعه كمان ايه؟ ديفينيت. الفوليوم كمان بتاعه ما بيتغيرش. اوكي. طب الووتر بقى لما جينا نقلناه من الازازه للكونتينر خد شكل الكونتينر. طب لو رجعته تاني من الكونتينر للازازه هياخد شكل الازازه. طب هل هيرجع لنفس الفوليوم بتاعه ولا لا؟ يعني لو كان الازازه اللي هي بتاعت البيك كولا الصغيره، واحنا خدنا الميه، خدناها مليناها ميه بعد ما شربنا البيك كولا الوحش اللي بيساوي السنان ده، وقمنا حاطينه جوه الكونتينر، وبعدين رجعنا خدنا الميه تاني من الكونتينر للازازه، مش هيرجع يملاها تاني؟ هيملاها تاني. يبقى كده الفوليوم بتاعه اتغير ولا ما اتغيرش؟ الفوليوم ما اتغيرش، الشيب اللي اتغير. في الاول كان واخد شيب الازازه، وبعدين خد شيب الكونتينر، وبعدين رجع خد شيب الازازه، صح؟ يبقى الشيب بتاعه اندفنت. طب الفوليوم بتاعه ديفينيت ولا اندفنت؟ لو اتغير قول عليه اندفنت، لو ما اتغيرش قول عليه ديفينيت. الفوليوم يا جماعه اتغير ولا ما اتغيرش؟ ما اتغيرش يا جماعه. مش خد نفس حجم الازازه تاني، ولا خد حجم اقل ولا حجم اكتر؟ خد نفس الحجم بتاعها يا جماعه. يا جماعه الغلاسه دي. نقول تاني عشان تتلخفن. بلاش الليكويد خالص دلوقتي. تعالى ناخد شويه هواء، هواء، ونروح ننفخ بالونه على شكل يونيكورن بشويه هواء. الهواء هيخش يملى البالونه ويدينا شكل اليونيكورن وياخد نفس الحجم بتاعها. طيب اروح بقى اجيب بالونه حجمها اصغر شويه على شكل قلب، واقوم حاطط بوز البالونه دي في بوز البالونه دي، بحيث ان الهواء اللي هنا يروح هنا. الهواء هيخش البالونه الصغيره ويعمل شكل الايه؟ القلب. بس الفوليوم بقى اقل، ولو حطيته في فوليوم اكبر هياخد فوليوم اكبر. يعني ايه؟ يعني الشيب بتاعه بيتغير والفوليوم بتاعه بيتغير. يبقى السوليد الشيب بتاعه ما بيتغيرش والفوليوم بتاعه ما بيتغيرش. الجاز ما عندوش مبدأ خالص، ولا بيحافظ على الشيب بتاعه ولا بيحافظ على الفوليوم. يبقى ده ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم. طب والجاز انديفينيت شيب وانديفينيت فوليوم. طب الليكويد في النص بقى، الليكويد يقول لك بص انا هغير الشيب عادي،
حطني في حله ياخد شكل الحله، حطني في ازازه ياخد شكل الازازه، لكن الفوليوم بتاعي ما بيتغيرش. فانا يبقى ده بيغير الشيب بس ما بيغيرش الايه؟ الفوليوم. يبقى ديفينيت انديفينيت شيب ولكن معاه ديفينيت ايه؟ فوليوم. ماشي؟ طيب الكلام ده موجود في الكتابه مصر ولا انت بتالفه؟ ها؟ موجود في الكتاب ولا انا بألفه؟ تعال نشوف. In container A, plastic cube solid has definite shape and volume. In container B, water liquid has no definite shape, but it has definite volume. صحيح شكله بيتغير بس حجمه ما بيتغيرش، بدليل ان احنا لو خدناه من البتاع، لو خدناه من الكونتينر ورجعناه للازازه تاني هياخد نفس حجم الايه؟ الازازه، وبرده هياخد شكل الايه؟ الازازه. يعني يغير الشيب بس ما يغيرش الفوليوم. يبقى no definite shape but definite volume. برافو عليك. طب ان كونتينر سي، الستيم او الجاز عنده definite shape، بياخد الشيب بتاع الحاجه اللي بنحطه فيه. طب عنده definite volume، بياخد الفوليوم بتاع الحاجه اللي احنا بنحطه فيه. عشان كده ممكن نفس كميه الهواء نملى بيها كاوتش عربيه كبيره، او كاوتش عربيه صغيره، او كاوتش توك توك، او كاوتش عجل، او بالونه على شكل يونيكورن، او بالونه على شكل يونيكورن برضه بس كبير. انت حزينه؟ انت فاهمه؟ هي عايزه تنام، احنا عارفين ده من يوم ما عرفتها. هي بتيجي هنا تنام، بتتبسط عندنا قوي. كونكلوجن. لازم الساينتست لما يعمل تجربه يوصل لكونكلوجن. ايه الكونكلوجن دي؟ solids have definite volume and definite shape. ماشي. طب الجازز اللي تحت خالص have no definite shape و no definite volume. اوكي، يبقى السوليد عنده definite في كله، definite volume definite shape، ما بيغيرش موقفه. طب الجاز no definite shape no definite volume. طب الليكويد جه في النص بقى، قال لك بص انا هغير الشيب بتاعي عادي بس الفوليوم مش هقدر. فقال لك ايه؟ have definite volume but they do not have definite ايه؟ shape. صعب الكلام ده؟ والنبي صعب. طب والنبي سهل ولا صعب؟ ولا سهل ولا صعب؟ شكله صعب. سهل؟ ده شكلكم نايمين. مستر. نعم مستر، في حاجات انا ما بشوفهاش يا مستر. زي ايه؟ زي الجاز اللي موجوده في الاير دي. مش انت بتقول الاير ده ماتر؟ ماتر. مش احنا لو جبنا بالونه نفخناها هواء شفنا الماس بتاعتها؟ والله العظيم التسجيل شغال، واللي بيحضر اونلاين لازم يلتزم بقواعد الحضور اونلاين يا عم ستيفن، وما نفتحش المايك يا بابا لو سمحت. انا يا جماعه بقول الكلام، هفضل اقول الكلام ده كل حصه؟ يا ابني ركز في السيشن يا حبيبي، ركز في السيشن يا بابا. بص يا حبيبي، انا ما اقدرش اشوف الاير صح، بس اقدر احس بتاثيره لما الهواء بتاع المروحه بيجي على وشي، او لما الويند تشيل شويه اكياس شيبسي من اللي انتوا رميتوهم على الارض يا جزمه ما بنحس. تشيل شويه اكياس الشيبس دي تقوم رميها في وشك، تحس ولا ما تحسش؟ مش معنى ان انت ما شفتش الحاجه انها مش موجوده. يبقى الاير صحيح you can see air moving، تقدر تشوفه بيتحرك when wind blows and move some objects، لما الرياح تتحرك من مكان لمكان وتحرك معاها شويه حاجات. ايه كمان؟ you can see a balloon gets larger when you blow air into it. انت ما بتشوفش الهواء اوكي، بس وانت بتنفخ البالونه بتشوفها وهي ايه؟ بتكبر قدامك. يبقى سلامتك يا حبيبي، ما بتشوفش الاير بس بتشوف تاثيره ولا ما بتشوفش؟ ولا اجي اوريهولك؟ عارف انت ماما لما تقول لها ضيعت مش عارف تقول لك ولا اما اجي اطلعه لك من الدور؟
مش لاقي التيشيرت بتاع ريال مدريد. افتح الدولاب هتلاقيه. ماما مش لاقيه، ولو جيت جبته لك. يلا بينا. يبقى تاني، ما بتشوفش القرعه ما بشوفوه، بس بتشوف البالونه بتتنفخ قدامك ولا ما بتشوفهاش؟ بتشوف اكياس الشيبسي اللي العيال الزباله رموها في الشارع بتطير معاها ولا ما بتشوفهاش؟ ما حدش يزعل مني، اللي بيرمي في الشارع ده مش عن زباله. تقعد تعمل كده، ده وحش قوي. الساعه كام؟ 5:15. الساعه 5:15 قدامك. ممكن نركز في الحصه ونسيبنا من النوم دلوقتي عشان ده جاي في الامتحان بتاع الشهر. احنا عايزين نذاكره. اوكي. يبقى يا ولاد، نقدر نقول دلوقتي في ضوء هذا الكلام اللذيذ يا عزيز إن الماتر هي everything that you can feel such as air. You can see such as a boat, أو a car, أو a chair, a wall. Or smell such as flower أو perfume أو حاجة ليها ريحة. ريحة حلوة إن شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. بس يا مستر انت قلت لنا ان احنا الماتر دي بتتكون من حاجات صغيره، صح؟ الحاجات الصغيره دي هنسميها ابتداء من هذه اللحظه اجزاء صغيره. اجزاء يعني بارتس، صح؟ خلاص نقول عليها بارتس. لا يا حبيبي، لا يا عينيا. ما هو لما اقول لك انها بتتكون من بارتس بعض الناس هتفتكر ان البارتس دي عامله بالظبط زي المكعبات اللي احنا نعرف نشوفها بعينين. ما احنا بنقول على كل واحده فيهم بارت. كل قلم من الاقلام اللي بتقع دي كان موجود جوه البنسل كيس، فيبقى كده بارت. كل بلاطه من السيراميك ده بيتقال عليها ايه؟ بيتقال عليها بارت. ما هو البارت بيتشاف بالعين اهو. طب احنا عايزين نقول انه بارت صغير قوي، فقلنا عليها الصغير بتاع البارت اسمه بارتيكل. اسمه ايه؟ بارتيكل. جميل. يبقى all matter are made up of very tiny things called particles. اسمها ايه؟ مش particles. particles. اسمها ايه؟ particles. جميل. that we cannot see with our eyes. ما نعرفش نشوفها بعينينا. ركز يا هادي. ركز يا هادي. يبقى ال particles of all matter. matter دي اللي هي solid liquid gaseous we see. Signore Haridi are in continuous motion. مستر نعم. انت قلت all matter صح؟ قلت all matter يا مستر. ايوه، يعني السوليد كده والليكويد كده والجاس كده والبارتكلز صغيره خالص، صح؟ وان كونتينيوس موشن يعني بتتحرك. يعني يا مستر النضاره اللي انت لابسها دي البارتكلز بتاعتها بتتحرك؟ ايوه. ايه يا مستر؟ ما هي على وشك اهي، ما تتحركش ولا حاجه. مستر الساينس كذاب. لا مش كذاب. مستر انا مش شايف النضاره بتتحرك. حق، بس انا ما قلتش ان النضاره اللي بتتحرك، هي دي النيله. مش انت يا مستر قلت ان البارتكلز بتتحرك؟ ايوه قلت ان البارتكلز بتتحرك ومش حركه عاديه، كونتينيوس موشن. ايوه يا مستر، يبقى النضاره بتتحرك؟ لا. ابسطها لك. البارتكلز بتتحرك بس البارتكلز ما بتتشافش. ايه رايكم؟ انت متفقه مع الكلام ده ولا لا؟ مش احنا قلنا المعلومتين دول؟ قلنا ان البارتكلز ما بتتشافش بالعين، صح؟ وقلنا ان البارتكلز بتتحرك، صح؟ جميل. وانا مش قلت لي حسبت ده؟ طالما ان انت ما شفتش البارتكلز بعينيك يبقى ما تقولش انها ما بتتحركش. احنا بقى عرفنا ان البارتكلز الصغيره اللي ما بتتشافش بالعين دي بتتحرك، وبنقول لك ان الكلام ده ماشي على السوليد وعلى الليكويد وعلى الجاز. مستر ممكن تفكرني ايه البارتكلز دي؟ عشان بنام مستر مش فاكر حاجه.
particles هي البيلدينج يونتس اوف ماتر. زي ما الطوب هو البيلدينج يونتس بتاعت البيلدينج ده بتاعت المبنى، زي ما جسمنا بيتكون من حاجات صغيره اسمها سيلز، ما اعرفش نشوفها بعينينا برضه. زي ما الماتر بتتكون من حاجات اصغر اسمها ايه؟ بارتكلز. جميل جميل يا مستر. نعم خلص.